السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده ولادي قالوا لي يا ماما عايزين ناكلوا فراخ مشويه يا ماما زي بتاعه بره بالظبط. قلت لهم بقى انا هشويها لكم بطريقه كده في الفرن، هخليكم بقى تقولوا ايه احلى من بره بكتير. ركزوا معايا بقى في التتبيله الجميله ديت. معايا بصلتين مبشورين كده، وعليهم حبايتين برضو من الطماطم كده كبار برضو مبشورين. وركزي بقى معايا في البهارات. معايا كزبره وفلفل اسمر وملح وبابريكا وشطه وسبع بهارات وكاري، من كل حاجه كده معلقه. ونزلت بيهم كده على البصل وعلى الطماطم. وهنزل كمان بعصر ليمونه، نص ليمونه كده. تمام. وهحط برضو معلقتين من الخل كده بيخلي الفراخ معاكي تبقى طريه ويضيع اي ريحه زفاره. وكمان التركيه بقى احط الزباديه دي، برضو هتخلي الفراخ بتاعتك طريه كده وما تنشفش معاكي وهي بتشوي، ويبقى لحمها كده طري وجميل. يلا بقى هقلب كده التتبيله دي كلها في بعضها والريحه طالعه جنين جنين. نسيت احط التوم، بحب احط كده نص معلقه توم برضو في قلب التتبيله، بتديها ريحه حلوه. وهبتدي بقى اخد كده وادعك الفراخ بتاعتي كويس قوي بالتتبيله دي من جوه ومن بره وتحت الجلد. وبنتي بتعيب عليا بتقول لي يا ماما البسي جوانتي، قلت لها ليه وانا هعمل عمليه جراحيه؟ خليكي في حيلك. وتبلت الفراخ بتاعتي كده وظبطتها وخليتها تمام التمام. هبيتها بقى ليله كامله كده من بالليل لغايه الصبح تشرب التتبيله بتاعتها. وده تاني يوم اهو طلعت الفراخ بتاعتي، ظبطت هنا كده معايا ازازتين ازاز ملياهم ميه. ده اللي هوقف عليها الفراخ. وبرده الصينيه تحطي فيها شويه ميه، ورقتين كده من اللورا. وهبتدي بقى ايه ادخل الفرخه كده اوقفها على الازازه بالشكل ده اهو. وهجيب برده التانية كده جنبها. يلا بقى امسكوا قدام بعض كده عشان هتخشوا على الفرن دلوقتي تتشوي. هنزل بقى بقيه الصوص اللي كان فاضل معايا دوت البهارات دي، وهتطلع كده بالبخار بتاعها تدي ريحه معاكي حلوه في الفرن. بصوا بقى الجمال والحلاوه. عايزه اقول لكم انا سبتها حوالي ساعه ساعه ونص كده في الفرن وطلعت بالشكل ده، ولا احتاجت افتح شوايه ولا حاجه. يلا بقى ما تنسونيش باللايك. باي.